من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنك تجد أنه يلتفت قبل أن يتلفظ. يعني مثلا تجده وجهه هكذا، انتهى إنك حميد مجيد، يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. الأصل أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، هذا من السنة. كذلك من الأخطاء التي عند بعض الناس أنه يقول قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعدين يرجع هنا ويهز راسه ثم السلام عليكم. هذه ما ترى بعض الناس يفعلها، هذه أيضا من أخطاء الناس، يلا افعلها حتى الناس ينتبهون أنها خطأ. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. أنا ما أدري حقيقة الهزة هذه من أين جاءوا بها، ولم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. كذلك من أخطاء الناس في السلام أنك تجد بعضهم يلتفت كثيرا حتى يراقب اللي وراه، يشوف من صلى ومن لم يصلي. يلا سوي لنا هالحركة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، يلتفت كثيرا جدا لدرجة أنه يراقب من وراءه. بقي علينا في الحقيقة الكلام حول أذكار الصلاة وبعض أيضا المخالفات الشرعية التي تقع في الصلاة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك. قم يا سياف. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجزي أخانا سياف خير الجزاء، وأن يحفظه لوالديه، وهو في الحقيقة جزاه الله خير من حفظة كتاب الله ومن الأخيار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عندك كلمة أخيرة بتقولها يا سياف ولا خلاص؟ جزاك الله خير، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.